مساء الخير إخواني أخواتي. كنحييكم من العاصمة الفرنسية باريس في لايف مباشر بمناسبة واحد المناسبة للأسف الشديد ماشي تكريم مغاربة العالم، ولكن وقع واحد المشكل في لا كومونيكاسيون من طرف مسؤول حكومي اللي من المفروض أنه يعني يتسم باللباقة واللياقة وتكون عنده تجربة في لا كومونيكاسيون، ولكن واش ديك الحماسة ديالو أو التكوين السياسي أو التكوين عدم يعني المونك ديال يعني التجربة النضالية خلاته أنه يطيح في هذه الهفوة الكارثية. اللقاء ديال اليوم جاء نتيجة لمجموعة ديال ردود الأفعال بدون استثناء في القارات الخمس من مغاربة العالم. هاد مغاربة العالم اللي متغربين وعندهم ظروف خاصة، كاين اللي متغرب يعني يعني بمجبر، وكاين اللي متغرب عن اختيار، ولكن يعني المذاق ديال الغربة كيتذوق منه أي واحد، يعني ملي كيضحي بالبلاد يعني بالأسرة بالأصدقاء بداك المحيط اللي عايش فيه وكي يمشي لواحد المحيط آخر كيعيش فيه كيتغرب. وفاش كيجي للمغرب يعني المسؤول الأول على البلاد جلالة الملك يعني جميع الخطاب ديالو كيشرف مغاربة العالم وكيديروا في واحد المرتبة اللي عالية اللي كتليق بالتضحيات اللي كيضحيوها. ومغاربة العالم كما يعرف الجميع بأنهم يشكلون المرتبة الأولى في دعم الاقتصاد المغربي. يعني هذا السيد الوزير المحترم، حنا نقولوا ليه محترم ولكن هو ما احترمناش، يعني داك الصالير ديالو كيتخلص يعني يعني بارتي من مداخل ديال مغاربة العالم. اولا مثلا وزير التجاره والصناعه كيخلص مثلا شي دي بريستاسيون ليترونجير كيوتيليزي العمله الصعبه. ما غاديش نطول عليكم. كتبنا مقال في الجورنال اميرو دو سونديس.com وطرقنا هذه المساله وقلنا لها يعني ولا غابلي الوغ ومام انه بوكوا با انه يقدم الاستقاله ديالو، او نطلبوا مثلا من رئيس الحكومه اذا كان عنده مازال واحد السلطه قائمه يعني بشكل فيه وعنده واحد السلطه على هذا الوزير، يعني انه يدفع يقدم الاستقاله، او لا بوكوا با ان جلاله الملك يعني ياخذ لنا حقنا ويدير ليه واحد الاقاله ويكون عبره لمن لا يعتبر. لانه هذه المساله ولو فكر فيها جالس مع الاصدقاء الطريقه يعني تجيني ندير واحد لاناليز واحد التحليل سيكولوجي والطريقه ديالو في الكلام. نحيد الميكرو لانه طريقه الكلام ديالو اون ديري جالس مع صحابه مقصر في القهوه وجالس كيهضر بواحد الاسلوب تهكمي، بواحد الاسلوب يعني لا يمت بان الى دو دو بونسي سا، ولكن ما عندوش الحق دونك وزير، لانه وزير انا راه كيمثلني وكيمثل المغاربه وكيمثل جلاله الملك وكيمثل رئيس الحكومه وكيمثل دستور 2011 وكيمثل يعني هذا هو خيره المغاربه في التجاره والصناعه، هو هذا السيد المسمى مزوار رياض. يعني دستوريا ها وزيرنا كيفاش كيهضر، يعني اولا اسلوب تهكمي، ثاني حاجه طريقه الكلام طريقه يعني سي ديغوتون، يعني اش غنقول لك يعني صادون ميم با لونفي شي باش الناس يسمعوا ليه. ثالث حاجه انه يجب يتحمل المسؤوليه ديالو، وانا كندعي من هذا المنبر ان علاش ما تكونش شي وقفه، تكون وقفه لو عن بعد ولا تنديديه، انه المطالبه بالاقاله ديالو او انه بحفظ ماء الوجه، انه ما يمكنش يهين 7 ديال الملايين، راه ماشي 5 الملايين راه 7، هادو 7 غير اللي قلنا فما بالك يعني
الوليدات والبنيات اللي ما عندهمش مثلا باسبور مغربي ولكن ils se sentent marocains plus que d'autres. علاش ما تكونش يعني المطالبه بالاقاله ديالو او واحد الاعتذار رسمي. ما غاديش نطول عليكم اخواني اخواتي. كنرحب اليوم بالاخت مجيده نرايس فاعله جمعويه بلا ريجون باريزيان. سي البوكري محمد فاعل جمعوي بهولندا. السي عمر كواشي فاعل جمعوي هنا بالضاحيه الباريزيه. وكنتظروا اخوان اخوات انهم يطلعوا معنا في البلاطو. والاخوان والاخوات اللي بغى يطلع مرحبا به يتصل بيا في الخاص نصيفط له ليا. يعني اللقاء مفتوح. اختي مجيده كتسمعيني ياك؟ تماما. اشنو رايك في هذا يعني في هذا التصريح؟ هنا ماشي تصريح ولكن جات مداخله بعد الفطور قدام لي سونتراليان يعني الخريجي ديال لي زيكول ليكول سونترال يعني من خيره المجتمع. كان كيخاطبهم بداك الاسلوب. واش كتشوفي هذا الشيء اللي قلت وقالوا مجموعه ديال الناس مبالغ فيه حنا غير على السبه باغيين نهضروا ولا فعلا ساميغيت واحد الوقفه اللي تكون فيها الغابيل ا لوردر اي بوركوا با لا دوموند ديال الاقاله ديالو؟ اولا مساء الخير عليكم جميعا، رمضان مبارك. شكرا جزيلا سي حسن لانك دائما مبادر لايصال صوت المهاجر. تحياتي للاخوين الجليلين السي البوكري والسي عمر. بالنسبه لهذا الشيء اللي كنعيشوا لان هذه الايام حنا كنعيشوا صراحه على اعصابنا لاننا تصدمنا. كنقول لي انا شفت بزاف ديال الناس عندهم نفس الراي. انا مستاءه جدا صراحه، مستاءه جدا لان باش يكون انسان مسؤول يعني من المنبر ديالو داك اللي كيحتم عليه وكيلزمو انه يحترم. دابا خليني نهضر على مغاربه العالم لانه هو السجن الموضوع. يحترم مغاربه العالم فاذا به هو من منبر مؤسساتي هو اللي كيوهن لهم واحد الاهانه فظيعه. سي فغي هي كتمثلو ولكن او ميم طون يعني ما زويناش وحشومه وعار وعيب ان مسؤول يرفض بديك الالفاظ وكيتهكم على مغاربه العالم. وهو ايضا كان منهم يعني كان مغاربه العالم لانه تري بيان بلاسي انه يفهمهم الى اخره. علما اللي خص بزاف ربما هذا منبر باش نقولها ان المهاجر ملي كيدخل مثلا الوطن ديالو راه ما كيحتاجش واحد الاذن باش يدخل ولا صفه باش يدخل ولا علاش غادي يدخل. يعني حنا الحمد لله هذيك بلادنا، رحنا اينما رحنا، ارتحلنا اينما ارتحلنا، فالوطن ديالنا كيبقى وطننا. يكون عندنا جنسيات اخرى ولا كذا كيبقى وطننا المغرب. وديك الصله ديالنا به يعني كتكون ما فوق التنقل وما فوق الارتحال لان كتكون وجدانيه، علاقه وجدانيه بالوطن. فاللي دار هاد حنا الحمد لله جينا من واحد الجيل وجينا من واحد الوطن وجينا من واحد التربيه اللي حنا مربيين. صراحه ما كنقدروش حتى نقلوا حيائنا على حتى واحد وما كنقدروش الكلمه تكون يعني غادي جانبيه او ساقطه لاي واحد لان هذه هي تربيتنا. فعلاش قلت انا مستاءه؟ لان ملي كنشوفها كتجي من وزير فكنقول حنا ونيو فين حنايا دابا، فين وصلنا، اشنو كيوقع في سلوكنا، اشنو وقع في تربيتنا، واش ولا عندنا خصنا اعاده النظر، واش قلنا غاتي كيلكو شوز، اشنو واقع. انا صراحه ما نكذبش عليك انا تصدمت صراحه تصدمت. فكنعاودها وتنعاد لا فيديو وتنعاودو وكل مره كيزداد الاستياء ديالي. فهاد ماشي قضيه انه مرحبا رجل. قبل ما نعطي الكلمه للسي بوكري غادي نقطع لان الفيديو ديالو هنا في لاشين ديال MRO212.com كاين بزاف ديال التعاليق ما نقراهمش لان كاين تعاليق يعني تسيء الى الشخص ولكن حنا كنناقشوه طونكو يعني وزير. غنسمعكم الفيديو ربما اوكي باش نكمل على الاجابه على chez toi. Je dois te remercier parce que tu es rentré chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Demain, comme si tu m'avais fait un cadeau. Moi aussi, je suis rentré chez moi. Merci.
Je dois te faire un... Oh, c'est gentil, Allah, la griffe. Merci de venir rentrer chez toi, travailler pour chez toi. C'est normal. Elle a attaqué un cadeau. Je suis rentré au Maroc. Reste là-bas. غير لابا سي البوكري قال لك بقى تماك، بقى في هولندا، ما تجيش عندنا وما غاديش نرحبوا بك، وغيست ولاد خالتي بزاف. تتكمل الاستاذه ديالنا، تتكمل الاستاذه. انا نعطيك باش نوزعوا عافاك. تكلم انا. قال السيد المحترم، السيد المحترم وزير الصناعه والتجاره، قال لك اودي الا بغيتي تدخل وتقول طلب ماشي طلب، غير خصك واحد الترحيب، واحد الاعتراف، واحد لا ريكونيسونس، هذا لا طلبتي. قال لك غير الشتوى بزاف اللي دخلتي. اولا سيدي حسن اشكرك على الاستضافه، كما اشكر الاخت الكريمه الاستاذه ديالنا على ان لا زلت اتذكر التكريم اللي دارت لي في فرنسا، واشكرها على العمل الجبار الذي تقوم به. ولكن البيت القصيد وهو انا اريد ان اعبر عن غضبي كمهاجر 56 سنه ومن الجيل الاول. لا، قبل ما ادخل في الكلمه او ما قاله السيد الوزير، اريد ان اذكر السيد الوزير المحترم على انه تناسى بان الجيل الاول قدم للمغرب الكثير اقتصاديا اجتماعيا. الناس اللي جات في الستينات والسبعينات خدمت المغرب يعني باقصى ما يوجدون من الاموال ديالهم في الاستثمار في المغرب. كاين اللي دار فران، كاين اللي دار حمام، كاين اللي دار شرادار. السيد الوزير لما قال لنا هذيك الكلمه بالضبط، انا لا اريد ان اكرر هذيك الكلمه، ولكن اللي بقى فيها الحال وقال لك بقاو تما. الى حنا بقينا هنا 56 سنه، حنا خرجنا من المغرب لتحسين الوضعيه ديالنا اللي كانت عندنا في المغرب. الحمد لله ولادنا قراو هنا وكفاءات عليا. انا اريد ان اذكر السيد الوزير واقول له واش هذا من السهم ديالنا؟ اي وزير اللي يجي الهجره او وزير التجاره او الصناعه غادي يقول للناس بالضبط كما فعل قبله السي بيرو لما ضرب ديك المستثمر في بلجيكا وخرجوه من القاعه. دابا حنايا غادي نبقاو مع هذا الوزير، هذا السي مزوار. السي مزوار، اولا كيخصك تقول للحكومه ديالك او الحكومه المتعاقبه على ان دستور 2011 جاب فصول دستوريه التي تخول لمغاربه العالم المشاركه السياسيه من البلدان الاستضافه في فصل 17. وعندنا احنا عشرات المجالس الدستوريه اللي لا بد ان تكون فيها الجاليه. ثانيا، الحكومه ديال السي اخنوش والحكومه المتعاقبه لم تنفذ او لم تقر القانون الدستوري اللي امر به سيدنا في الخطبه ديال المسيره الخضراء، لما قال لا بد من تسريع هيكله مجلس الجاليه المنتهي الصلاحيه 16 سنه وتاسيس المؤسسه المحمديه. هذا الوزير هذا خلى هذه الوسائل اللي هي مهمه كثيرا ومشان عندنا كيقول لنا الا بغيتوا حنا لما نبغيو نجيو لبلادنا راه ماشي انت هو اللي كتحكم في ديك البلاد. حنا كنعرفوا الارتباط ديالنا والاولاد ديالنا بالعرش العلوي المجيد وبالوطن ديالنا، ومن يقف بالمرصاد لخوانه الوطن خارج الوطن الا ولا هي الجاليه. وها هنا معنا نماذج من السي حسن، الاخ عمر، الاستاذه المحترمه. فما كاين شي وقفه احتجاجيه التي تنصف الوطن كيكونوا الجاليه. وحنايا خرجنا من المغرب، كنت انت باقي في المدرسه السيد الوزير لما كنا حنا كندخلوا العمله الصعبه، والى يومنا هذا العمله الصعبه التي تدخل الى تضخ في البنوك المغربيه ولله الحمد المغرب ما كيبيع فيها لا حوت لا فوسفات ولا اي شيء. حنايا كل واحد منا صغيرا او كبيرا عنده عائله ولا جوج كيصرف عليهم تما. كيف جاتك السيد الوزير بس قلنا بقاو تما؟ واش انت رجع المغرب ديالك؟ انا كنوجه رساله الى صاحب الجلاله الملك محمد السادس صلى الله وايده، واقول له كمهاجر مغربي وباسمي الخاص ياخذنا الحق ديالنا من هذا الوزير. وانا كرابط كمنسق عام لرابطه تضامن الجمعيات المغربيه بهولندا راسلت الديوان الملكي في هذا المجال واطالب باقالته ولا يقبل منه اي اعتذار. انا غضبان
وانا الغضب ديالي يعني على هاد الوزراء اللي كيتسلطوا علينا. حنا اليوم ما عندناش مخاطب، ليس لنا مخاطب مع الحكومه الحاليه. الحكومه الحاليه لا يعني تعطي اي ثمنا او مكانه للجاليه. سيدنا نصره الله هو اللي كما قال في خطبه من خطابه: المهاجر يعاني داخل المغرب وخارج المغرب. انا اسمح لي على هذا الانفعال ديالي، على ان هذا الوزير يستحق ان ينفعل وان يبقى فينا الحل، على ان احنا دائما كان حتى لما تقاعدنا ووصلنا من السن عتيه دخلنا في السياسه في المغرب باش نضخوا دماء جديده ذلك الحكومات الموجوده البائسه التي لا تفعل شيئا. فبهذا اعطي الكلمه للاخ اخر لاني انفعل شي شويه، وتحياتي لك اخي اخونا نعطي الكلمه. تفضل. انا صراحه كنت تفاجئ ان السيد الوزير مزوار الرياض من حزب الاستقلال، وانا كنعرف شخصيا الاخوان ديال حزب الاستقلال خصوصا يعني في المهجر هنا في الخارج، الناس خدامين مزيان. كنعرف كاين في ليطالي في لا فرنسا ناس يعني يفو دير لي شوز يعني كما هي، ناس خدامين وعمليين، ولكن بحال التصريحات راه كيضرب لهم داكشي في الزيرو. ما عرفتش انا ما نكذبش عليكم لان كانوا عندي شي التزامات قبل هذا المباشر، دونك جي با يو لو طون باش نتصل بالاخوان ديال حزب الاستقلال نسولهم على اشنو هو رد الفعل ديالهم، لان ضرب كيديروا عمل جبار في الخارج. اسمع صراحه في ليطالي في لا فرنسا عندي معاهم علاقات، ولكن ملي كيجي مسؤول من عندهم هكا، واش هذا المسؤول اي تي بيستوني باش يكون وزير ولا هذا الله اعلم، ما ندخلوش في هذا النقاش. زعما للاسف الشديد ان حزب الاستقلال يعني ورط حزب الاستقلال توريطه خايبه. سي عمر راك كتواجد في المغرب، هذا التصريح ديال السيد مزوار كيفاش تلقيتيه؟ واش مساله عاديه زله لسان ام كتعبر فريمون على المتخيل يعني لا شعور ديال المسؤول المغربي تجاه مغاربه العالم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. تحية لستي البكري الحاج، تحية للأخت اللي حاضرة معنا والمتابعين الكرام، وستي حسن والقناة ديالك تحية لك. يعني لا دخلنا في الموضوع، عطيني واحد شوية ديال الوقت الله يخليك، لأن عندي الأشياء كثيرة تقل. بداية باش نصحوا بعدا بواحد المسألة اللي هي مهمة، ما هو المهاجر؟ واش هذا المهاجر اللي خرج من المغرب خرج يعني بور بليزير، يعني بواحد الفرحة، واحد التمتع بالكرامة ديالو؟ هذا المواطن مادام خرج من المغرب إلا وراه كان عانى من إقصاء، لا مع المستوى الصحة ولا التعليم ولا الشغل ولا حتى الكرامة ديال العيش. يعني هذا الانسان هذا مادام مشى الا ومشى يعني خرج من المغرب الا كانت عنده اكراهات. يعني هذا اللي كتقول المهاجر من هاجر من دوله الى دوله او من مكان الى مكان. وهاد الناس بطبيعه الحال اللي غادي يعيشوا واحد المعاناه، واحد المشاكل، منها مثلا العنصريه، منها مثلا البحث عن العمل، عن الايواء، عن الكثير من المسائل اللي نهضروا. لا ما نحس لا ريتني راه غادي صافي ما غاديش. لا سي عمر ماشي عليك، الاخوان كيطلبوا مداخله. انا درت ما كانش اللي يدير مداخله، خلينا نكملوا. الله يجازيك بخير. سي عمر غادي نكلفوا لنا المواضيع، غادي نبقاو نخرجوا على السياق. الاخوان هولوا لي في لي كومونتير اللي بغى هذيك كليك على اللوليا. كمل سي عمر. الناس اللي كيخرجوا من البلاد ديالهم ما كيخرجوش يعني وهما فرحانين ومسرورين، راني كنعاودها وكنأكدها. يعني المهاجر كيخرج كيعاني وكيقاسي، ويقدر ينجح في حياته ولا يقدر ما ينجحش. يعني هذا يكفي بان اسم المهاجر كتكفي. يعني المشاكل التي سيعانيها خارج الوطن اللي ما لقاش البديل، وهذا يعتبر فشل لمن؟ للحكومات اللي تعاقبت على السياسه في المغرب. لو وفرت الشغل ووفرت لهم الكرامه وحق التعليم وحق الحقوق الدستوريه، هذا المواطن ما يخرجش بعدك بدايه، ما غاديش يخرج من هذه البلاد. ولكن شاءت الاقدار باش هذا المهاجر يخرج ويعاني ويتكرفص وهذه باش يعيش عيشه يعني اللي هي مستقره ويكون عنده مستقبل يعني في الحياه ديالو.
نرجعوا للمداخله او التصريح ديال السيد الوزير. يعني انا كنشوف بان، وراني قلتها سابقا وراني درت واحد لا بوبليكاسيون، هذا التصريح هذا انا كنعتبره لا اخلاقي. انا كنعتبر هذا الاسلوب يعني باش يعني حتى لا مسؤول، حتى يعني المسؤوليه واحد اللي كيكون وزير عنده يعني الكلام يكون مرزن بواحد الحكمه. هذا هو اللي كنعرفوه حنا. واحد ملي كيكون في واحد الهرم ديال المؤسسه خصو لما يتحدث ليس وكانه يتحدث في مقهى او مع شرذمه من الاشخاص، راه لما يتحدث واحد مسؤول ويمثل مؤسسه نتاع الدوله كان عليه يعني الكلام ديالو يكون فيه حكمه ويكون رزن، ما يبقاش يخرج شي كلام اللي غادي يسيء الى الاخرين. وراح لاحظنا بان الخرجه ديالو اساءت لكل الجاليه المغربيه. انا راه دخلوا معايا فايته 30,000 متابعه واحد الاخر، درت واحد المداخله ديالي، والناس كلها يعني اون غروند ماجوريتي كلهم اساءوا، يعني استاءوا من هذه المداخله ديالها او هذا التصريح ديال الوزير. هذا الوزير اللي هو يعني عنده واحد المكانه في الدوله وهو كيمثل الحكومه تاع فنوش، كان عليهم وحنا تعودنا عليهم على كل حال. تعودنا على هاد الوزراء كيخرجوا تصريحات اللي مسيئه للمغاربه، واحد يقول لهم مازال ربيكم، واحد كيقول لهم انا راه كتصب الشتا عاد غادي نشغلوا الناس، يعني واحد العبارات اللي هي يعني ما نقدروش كاع نعبروها، كاع ما نقدروش كاع نعطيوها واحد التوازن. ولهذا حنا لاحظنا بان هذا التصريح اللي داروه السيد الوزير لا مسؤول. التصريح هذا يسيء الى الجاليه المغربيه. الجاليه المغربيه اللي كيهتم بها هو جلاله الملك محمد السادس حفظه الله. الحكومات كلها المتعاقبه لم تتحدث عن الجاليه المغربيه. اخر خطاب ديال جلاله الملك 2024 بمناسبه ذكرى 49 المسيره الخضراء اعطى اوامره بتاسيس مؤسسه اسمها المؤسسه المحمديه لتخدم الجاليه المغربيه. مازال ما كاين حتى شي حاجه. الحكومات اللي دازت قبلها ما عمرها تعاملت مع الجاليه المغربيه، ونحن على ابواب الانتخابات 2026 وما كانش شي جديد فيما يخص الجاليه المغربيه. ما هو محلها من الاعراب؟ الجاليه المغربيه اللي كتعاون الاقتصاد، اللي كتنمي البلاد، كفاءات عاليه على كل المستويات. بناو المغرب اللي غادي يقول لي لا نقول له بناو المغرب ساهموا بشكل كبير في الاقتصاد ديال البلاد. يعني المداخيل ديال الجاليه المغربيه يعني تناهز او اكثر نسبيا بمداخيل الفوسفات. وفي التالي هذا السيد هذا كيخرج وكيضرب الناس في الزيرو كيقول له بقى تما. راه اهانه للمغاربه، هذه تعتبر اهانه. وكما قال السي بكري هذا لو كان مسؤول يدفع الاستقاله ديالو، لان الناس راه 6 المليون الى ما اقول 7 المليون من مغاربه العالم اللي كيضحيو اللي كيتكرفسوا. كاين اللي راه عنده عيشه ضنكاء خارج الوطن وكيعاني على كل شيء، ومن كيسمع هذا الكلام كيزيد عاد كيبقى يبغي بلادو. حنا كنحبوا المغاربه خارج الوطن بالهويه ديالهم وباش يدخلوا بلادهم وباش يستثمروا، ويجي واحد وزير ويضرب كل شيء في الزيرو. وهذا الشيء راه مرفوض وخصو يتحمل المسؤوليه ديال هذا الخطاب ديالو او هذه المداخله ديالو باش نكونوا واضحين. يعني المساله اللي كتعلق واحد المساله اخرى كتعلق لان سمعت انايا كان واحد السيد كان جاوبني وقال له ودي اخي لا راه هضر على دوك المغاربه اللي راهم خارج الوطن وبغاو يدخلوا يشدوا المناصب في المغرب. هذه ما خصهاش تدوز، الله يخليكم، هذه مهمه. الله يخليك السي حسن باش توصل هذه الرساله هذه لانها رساله مهمه. ملي قال لي هذا الكلام هذا جاوبته قلت له هل هؤلاء المغاربه اللي عايشين خارج الوطن واش ما عندهمش الحق باش يشاركوا في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟ وعندهم واحد الدستور، كاين واحد الدستور ولا ما كاينش؟ كاين واحد الدستور كيقول لهم المشاركه السياسيه. مغاربه العالم لهم الحق في التصويت ولهم الحق في المشاركه السياسيه ولهم الحق يعني ككل المغاربه سواء هذا.
ويجي هذا السيد كيضرب كل شيء في الزرو. لا، هم الحق في المشاركه السياسيه، ومفروض على الاحزاب السياسيه باش يدخلوا مغاربه العالم باش يشاركوا سياسيا في الانتخابات المقبله، وهي تعتبر مستحقات لمغاربه العالم. سي عمر، شكرا على المداخله. راه كاين الكثير ما يتقال السي حسن، ولكن كاين السلاح شويه وغادي غير نعم. للامانه. شوف، للامانه دابا توصلت ببعض الميساجات كيدافعوا على السيد الوزير. للامانه لان حنايا بالنسبه لي انا خصني نكون امين يعني في كيقول لك اودي المداخله ديالو خرجت من السياق، وبانه هو اللي ديسبونيبل لمغاربه العالم. قال لك تعيط عليه مثلا شي حاجه يعني خادوم لمغاربه العالم. كنقول اشنو الميساجات اللي جاوني، فهمتيني؟ شوف السي حسن، كل واحد الراي ديالو في نعطيك غير المادو اخر. قال لك اودي بانه هو ديك المداخله ديك لابارتي قال لك تقطعات وخرجت من السياق ديالها. ولكن ثاني حاجه قال لك اودي هو كان مومبر اكتيف، هو راه كان في مغاربه العالم، هو كان يعني كان على برا، وبالتالي قال لك اودي داكشي خرج من السياق ديالو ولي غراضي في نفس يعقوب. هادشي للامانه. اختي مجيده، شنو رايك في هذا الشيء؟ يعني يقدر انسان كما قلت في الاول، يقدر ان اللسان ديالو خانو، يقدر بانه داك الشيء تقطع، ومثلا اعداء النجاح ديالو يعني خدموه قطعوا داك الشيء وقادوه كاين التعجيج. شنو رايكم في هذا الشيء؟ يعني كنلقى الاعداء وكنلتمس الافكار مسالمه جدا، ولكن في هذه الحاله هذه في هذا الكونتكست هذا انا راني شفت الفيديو عده مرات. يعني شوف، ملي كتقول كلمه بحال هذه حنا بعدا كمجتمع مغربي كنعتبروها كلمه ديال الشارع. واش كتوافقوني ولا لا؟ لاننا هذه الكلمه ميم انا شخصيا ما كنشوفش راسي نقولها حتى مثلا في واحد الاطار اسري ولا عائلي ولا مع الاصدقاء والصديقات، امبوسيبل. يعني هو كان بالنسبه لي انا كلام قدحي، ما يمكنش شي واحد دار عليه مثلا قال لي لا انت مجبر انت انك تفوه مثلا بهذه الكلمه، هذا الشيء غير اعذار ديال كذا وكذا وكذا. انا كنعتبر هذه الكلمه جاءت من مسؤول غير مسؤول، ابانت عن مستوى حضيضي صراحه. انا هذا الشيء اللي كيراوجنا لا كونكليزيون ديالي، لان هذه الكلمه كنكررها في حد ذاتها ما كنقدروش حتى حنا نقولها بيناتنا. فكيفاش يقولها الانسان في واحد المنبر معين يعني كيمثل دوله، راه كيمثل المغرب، راه كيمثل المملكه المغربيه الشريفه، راه سي با نابورتو كي نون بلو. ملي انا والله العظيم درت شرط ليها في لاباج ديالي، ابخي عرفت ناس بزاف غادي يكونوا معنا ماشي بالضروره مغاربه وسحبتها. يعني انا وليت كنحسو في بلاصتو، يعني هو عطاني داك الثقل على ليبول ديالي على الكتف ديالي انني انا نحسن في بلاصتو، لانه هو راه كيمثل المملكه المغربيه. سولتيني قبيله بحال مثلا واش يقبلوا الاعتذار ديالو، انا بالنسبه لي ما كيتقبلش الاعتذار ديالو. لا، ولكن اسمحي لي يا اختي مجيده، بلاتي واحد المساله، اسمحي لي. يقدر مثلا لا سمحوا لي، انا امثل وجهه النظر الغائبه. يقدر مثلا يكون واحد لو ديسكور ويجي شي حد يقطع داك هذا المورسو، وبالتالي يكون يعني ديال واحد الزوبعه. يا اخي راه الفيديو ولو يقطع الكلمه تقالت والطريقه باش كيقول واش نقول لك واش سي جونتي راك جيتي وكذا. انا والله العظيم ما ضحك عليا، ربما انا ما نقدرش نطقها، كنقسم لك بالله ما نقدرش نطقها، ما نقدرش نطقها. انا قلت قبيله واش يدير مثلا يعتذر ولا كذا، انا بالنسبه لي خصو هو يطلب استقالته باش يبقى دين ولا تكون الاقاله ديالو، لان راه ما ممكنش التصور ديال الانسان كيجي بالطريقه باش كيدير ديك الحركات المسرحيه اللي كان كيدير فيها واحد الضغينه. نقدر كاع نمشي معك حتى لهذا سميتو، علما انني كنكررها انني مسالمه جدا، ضغينه فيها. كيفاش انت كتهضر على مغاربه العالم بديك الطريقه هذه؟ قال دابا السي عمر ولا السي البكري باردون قال على المهاجر ونهضروا عليه شكون هو هذا المهاجر. حنا هكذا او داك الله يجعلنا سيدي بغينا غير نهاجروا لان غير المتعه، ماشي شغل حتى واحد، ماشي شغلو ما غاديش ناخذوا عنده الاذن حنا باش ندخلوا. بغينا نديروا مثلا استثمار ماشي شغلو، ما بغيناش نديروا ماشي شغلو، بغينا غير ندخلوا نشوفوا نجيو ماشي شغلو، نشوفوا غير زياره الاقارب والاحباب ولا مشينا غير نشوفوا البيزاج الى اخره ماشي شغلو. لو ليان اللي كيربطنا او ديك العلاقه الوطيده الوجدانيه اللي كتربطنا باردو بالوطن ما يدخلش فيها اطلاقا.
الا درنا شي حاجه مغالطات اهلا وسهلا، الا درنا مخالفات اهلا وسهلا، درنا تجاوزات اهلا وسهلا، ما غير ذلك ماشي ولا قلنا ندخلوا ولا ما ندخلوش. اسمح سي بوكلي نفس بلاتي نحيد شتو الميكرو. شنو رايك ان مثلا هذاك لو مورسو؟ انا بعدك اولا لست تقنيا، ولكن ولله الحمد عندنا في المغرب عندنا اجهزه اللي يمكن تثبت في هذاك الشيء. انا اللي بغيت نقول لك اسيدي حسن على ان انا ماشي داير 40 سنه وحنا في هذا العمل الجمعوي. السي عبد الله بوصوف سبنا داخل الرباط، ورئيس الحكومه سابقا جالس السي عبد الله بكيران لما قلنا انتم مجموعه من بوذا ودعيناه وتم الحفظ ديال الدعوه ديالو، جا بيرو يعني حتى هو كذلك سبنا وانت في حاله جا هذا. واش حنا دابا هذا المغرب اللي حنايا كندافعوا عليه يوما ليلا ونهار، كنطلبوا من الاولاد ديالنا والاحفاد ديالنا باش يهزوا هذا المشعل باش تبقى دائما كرامه المغرب واحتفاظ بالعرش العلوي المجيد وبالاماره المؤمنين. وخصو يعرف هذاك الوزير بان هذا الجيل الاول كان كيمشي 3 ايام 4 ايام 5 ايام باش يوصل المغرب، وكاين الناس اللي ما قارياش مساكن، كاين اللي ماتت في الطريق، كاين اللي بقات مسيبه، الناس كرفت. دابا هذا السيد هذا مات، يعني شنو الراي ديالو لما كيقول بقاو تما. حنا ولله الحمد، حنا الحمد لله عندنا الديار ديالنا هنايا بالغراسي ديالنا، عندنا الكتب ديالنا، عندنا السيارات ديالنا، عندنا التقاعد ديالنا الممتع يقدر ياكلوا فيه 4 و 5 العائلات. واش هذا السيد هذا الوزير بدا كيتحكم في المغرب باش يقول لنا بقاو تما؟ شكون هو باش يعطيه هو يقول لنا بقاو تما؟ لنفرض هاد بالزعط تجوزوها، ولكن هو قال بقاو تما، يعني اصبح هو كيقول تبع بالملايين ديال المغاربه لا سيدي حنا ندخلوا المغرب ما بغينا، وغادي نشاركوا داخل الحكومه المغربيه، وغادي نضخوا دماء جديده داخل البرلمان على ان ما نراه وما نشاهده على الشاشه هذيك المجموعه الاميين اللي كاين جالسين تما في البرلمان. وانا جلست في البرلمان عده مرات وقلت كلمه عده مرات انت حسن انت كتعرفها بان كاين تما اللي ما يعرف لا يقرا ولا يكتب. حنا عندنا ولادنا اللي كاين هنايا مستشار ديال سيدنا، العملاء ديال البلدان، رجال في الامن، حنا ولادنا قاريين اليوم باغيين يطلعوا ديك المغرب اللي بغى سيدنا نصره الله. اما هذا الوزير هذا انا الراي ديالي لو كان يحترم نفسه قطعت الكلمه او ما تقطعتش الكلمه على هذا الغوث اللي وقع، يقدم الاستقاله ديالو ويمشي بحاله ونشوف لنا سيدنا وزير اخر اللي غيكون في المكانه ديالو. حنا ماشي حنا اللي غادي نقول هذا الامر كيبقى عند الهرم ديال الدوله، وحنا كنعرفوا بان لا خنوش ولا المجموعه ديالو حنايا مهما نختلف مع الحكومه المغربيه، اختلفنا قليلا او كثيرا كيبقى المغرب فوق كل اعتبار. حنايا الدفاع عن الوطن باقي بيصنعوش منا خونه، حنا نقف هنا في هذه البلاد وكنضحيو بالانفس ديالنا وحنا في خطر وكيهدونا، كاين اللي كيهددنا بالموت، وهذا راه كيعرفوها الاجهزه. انا ما غادي نقول علاش الاجهزه كيعرفوا بان نحن مهددين لاننا نقف لهم بالمرصاد. هذيك الخونه الشرديمه اللي كاينه ديال الريافه اللي كاينين هنايا في هولندا وكاينه في بلجيكا وكاينه في المانيا، اما فرنسا فين الدعوه عندكم قليله. حنا كيجيو عندنا هاد الشرديمه اللي بحال هذا اللي كيقول لنا بقاو تما. البكري الله يخليك بدون تسميه هضر بشكل عام. الله نعم سيدي هضر بشكل عام، يعني كتقول الريافه الريافه نقولها انا ريفي واقولها واكررها على ان انت ما دعوتش. انا دعوني هنايا في هولندا الوافه، مجموعه ديال الوافه اللي كاينه هنا الخونه دعوني هنا في المحكمه وتم الحفظ ديالها من الحكومه الهولنديه. لا المسؤوليه ديالي لا جو سي غير ما اون بو با جينير، ما يمكنش. انا كنقول لك المجموعه السرديمه الخونه الموجوده في هولندا كتهددنا بالموت وكتهدد ولادنا، والاجهزه في المغرب كيعرفوا هذه القضيه هذه. لما كيجيو للقنصليه حنا وحنا واقفين تما وكيبغيو يطيحوا العلم، هذا الوزير هذا ما كيعرفش هذه القضيه، ولا كان هو كان في الخارج ربما كانوا كيخلصوا عليه والديه باش يقرا. حنا ديك الساعه كنا كندخلوا فلوس للمغرب. نعم سي حسن الله يخليك. لما كنقول لك اسمعني سي حسن الله يخليك، انت لا تتحمل المسؤوليه، انا اتحمل مسؤوليتي على الكلام ديالي. انا راه منسق عام لرابطه تضامن الجمعيات المغربيه في هولندا وعود في المكتب السياسي في المغرب. انا كنقول لك على ان احنا هنايا عندنا نار شعله، وهذه النار خصنا نطفوها. هاد الخونه قواو هنا في هذه البلاد كيهاجموا القنصله، كيهدوا الطاقم القنصلي، كيهدوا من يدافع عن الوطن. فبهذا خصنا توصل هذه الرساله سيدي حسن الله يخليك. شكرا. خويا جواد ما كنشوفوكش بين عافاك، مرحبا بك. السلام عليكم. انا للاسف
سي جواد في ستاسيون سيرفيس. كتسمعوني؟ ولكن ما كنشوفوكش، ما كنعرفكش، بين راسك. بلاتي انا في الطريق غير نوصل ستاسيون سيرفيس ونبين وجهي. والمهم السلامه هي اللي وقف شي بلاصه وهضر عسى. واخا جوج دقائق ستاسيون سيرفيس. سي عمر، بغيت عندي لك واحد السؤال. سي عمر، نعم، عندي لك واحد السؤال. انت مثلا يعني راك في الساحه، الى اي مدى المسؤولين المغاربه كيحترموا المغربي اللي في الخارج؟ واش هاد الموقف ديال السيد ما كنسمعش عيد السؤال. كتسمعني دابا؟ عاود السؤال لانك كتقطع. قلت لك الى اي مدى انت في الساحه، الى اي مدى ان المسؤولين المغاربه كيحترموا المغربي اللي في الخارج؟ واش هذا التصريح ديال السيد الوزير زلة لسان يعني حاله شاده وشادوا في البلاغه على قياس عليه، ام هي ثقافه عامه وسائده بانه كاين ديك الحقره ديال المغربي في الخارج؟ يعني كنديروا ليه خاطر في الصيف، وملي كيغبر وجهه في الصيف صافي ديك الساعه كنتصرفوا بشكل كما بغينا. سي حسن، قبل ما نجاوبك بغيت نقول لك واحد القضيه، لان المستقبل ديال الجاليه المغربيه مرهون بوحدتنا. الا ما كانش واحد لونيون، ما كانش واحد الوحده بيناتنا، ما كانش واحد التفقين بعضياتنا، واحد التلاحم بين الجاليه المغربيه، فيها الجمعيات، فيها المجتمع المدني، فيها اللي بغيت. هاد الناس هادو اللي واحد كيحاربوه، واحد الناس اللي كيمشيو كيدافعوا عليهم وكيوقفوا عليهم وكيهضروا عليهم وكيحاربوه، فما بالك عاد هاد الناس هادو ما يهضروش بينا وما يهضروش بينا بالسوء، حتى نتحدوا حنا بعضياتنا بعداك. الجاليه المغربيه كلها شي كيضرب في شي، وشي كيكره شي، وشي حاقد على شي. كي بغيتو حنا نوصلوا هما كيديروا فينا داك الشيء، بطبيعه الحال يديروا فينا اكثر من هذا الشيء، لان حنا ما متحدينش بعضياتنا، ما كاينش واحد الاتحاد بيناتنا. حنا كاين جمعيه اللي غادي تخدم دير شي حاجه وكتوصل الرساله عبر المنابر الاعلاميه على كل المستويات، ولكن كيقول لك هذاك السيد راه كيجمع التبرعات، هذاك السيد كينتحل شخصيه، هذاك السيد راه كيدير، هذاك السيد راه كيسرق. هاد الناس هادو راه مجتمع مدني اتحدث، هادو ناس عندهم جمعيات وكيحاربوك عن بعد وعن قرب. كي بغيت انت هاد الجاليه المغربيه غادي تتحد، هما كيشوفوا بان الجاليه المغربيه متفرقه، وهذا هو الربح ديالهم. ملي كيشوفونا حنا متفرقين تفرقه، فين غادي تلقى انت؟ غادي يجينا واحد الوقت وغادي نستافدوا من الحقوق ديالنا الدستوريه. سي عمر، ما يمكنش. غادي نقرا لكم هذه المساله الاولى، اسمح لي. المساله الثانيه اللي كان هضر عليها الوزير راه ماشي اول مره هذا الشيء هذا كنسمعوه. حنا تعودنا، وراني قلتها سابقا، بان الوزراء تعودنا على المداخلات ديالهم او حتى التصريحات ديالهم اللي هي مسيئه للمغاربه، ورحنا لاحظنا لا داعي لذكرها من كل الوزراء. رحنا شفنا اللي ما شفناه مع سياسه اخنوش والحكومه ديال اخنوش. ما عمرنا شفنا حكومه في المغرب منذ استقلال المغرب الا هذه الحكومه اللي كتضر في المواطن وكانها تحارب المواطن المغربي. هذه الحكومه جايه باش تخدم المصالح ديال البلاد، كتخدم المواطن المغربي، الا دخلوا في المواجهه بينهم وبين المواطنين. ماشي هو، راه كاينين وزراء اخرين، ولكن هذه الخرجه ديال هذا الوزير هذا اللي كنعتبره حنا وزير، وراني قلتها انايا وقلتها مره اخرى ونعاود نقولها، بان الوزير كان عليه بعدا كيكون من يدير شي تصريح تكون عنده حكمه ويكون يوزن، لان الكلام ديالك راه كيخرج وكيسمعوا له الغائب والحاضر. دول العالم كيسمعوا لك، من كندا، من استراليا، من امريكا، من اوروبا، من افريقيا، من دول الخليج. راك الا صرحت بكلمه الا والعالم كيسمع فيك، ما راكش مريح في قهوه وكتهضر مع الناس عاديين. ولهذا يتحمل المسؤوليه ديالو هذا الوزير، ويعرف بان مغاربه العالم قوه بشريه وقوه وراس المال بشري مهم جدا اقتصاديا واجتماعيا، ومازال غادي نكونوا سياسيا ان شاء الله، لان مغاربه العالم لهم الحق في المشاركه السياسيه ومازال غادي يدخلوا وغادي يشاركوا. ولكن قبل ما غادي تشاركوا خص بعدك تكون واحد الاتحاد بين الجمعيات وبين مغاربه العالم.
الفكره واضحه السي عمر. غادي نقرا لكم واحد التعليق اللي كيتماشى مع ديك الملاحظه اللي قلت لكم ودي على السيد الوزير، ان اقسم بالله، هذا التعليق راه جو لي افيشي هنايا وراكم تشوفوه. اقسم بالله ان هؤلاء الضيوف الذين استضفتهم اخي حسن يريدون فقط ركوب الموجه. هذا كاع ما تسمعلوش وما تعطيش كاع تسمع لهاد الناس. هذا صاحبي سي عمر الله يخليك، الله يخليك سي عمر، نسمع لك ونسمع، شوف نسمعوا لاي واحد هنايا احترام تام. اقسم بالله ان هؤلاء الضيوف الذين استضفتهم اخي حسن يريدون فقط ركوب الموجه، وللاسف الشديد فهم يسيئون اكثر مما نقرا في التليفون ما كنشوفش مما يفيدون، وبعباره اوضح يسعون فقط الى تحقيق مصالحهم الشخصيه. وانت تعلم جيدا ان هؤلاء رؤساء الجمعيات يتحدثون كثيرا دون ان يقدموا شيئا يذكر. واذا اردت الدليل يمكنني ان ارسل لك بعض الفيديوهات التي تثبت ان السيد رياض مزور من افضل الوزراء الذين مروا في تاريخ المغرب، فالرجل دائما الى جانب مغاربه العالم، ومستعد ايضا ان ازودك بارقام الهواتف الشخصيه لجميع الوزراء وجرب ان تتصل بهم. ربما الوزيرين الوحيدين الذين سيردان عليك ويتفاعلان معك هما السيد نزار بركه والسيد رياض مزور. انا لا اتحدث معك كلاما فارغا، بل انا مستعد لاثبات ذلك بهذه التجربه. هذا كومونتير عليه اخي، انا ارد عليه. احنا 40 سنه معنا اسره، معنا الله يخليك. هذا شوف احنا ما ركزنا على الموجه، ما ركزنا على لا سي حسن، لا سي حسن، لا بغيتي التعليق خليني نجاوب. كمل الهضره ديالو نعطيك الكلمه. لا ما تسمعش الكومونتير، حنا كنهضروا في اللي هضر. الله يخليكم، حنا نناقشوا درك لي كومونتير، طلعنا باش نناقشوا الكومونتير. يا صاحبي راه انا هنا باش ننظم، غادي نعطيكم الكلمه، غنعطيكم شي تقول غير نكمل ياك. بالنسبه كان لي اتصال البارحه مع مسؤول كاتب دولي من حزب الاستقلال وفعلا جاوبني ياك. ماشي اول ميساج كنتوصل به كيقول لك ودي السيد ربما زلك لسان، وجاني في التعاري بانه قدم اعتذار. دونك فوقاش قدم الاعتذار؟ انت قدم الاعتذار. اسكت عمر، اسكت، الله يخليك، خليه يكمل. الله يخليكم خلونا ننظموا الامور، انه هو نستافدوا من عدياتنا. بالنسبه للاخ اللي سير ديال التعليق، ودي انا اول حاجه ما نبغيش شي واحد يكريتيكي الضيوف ديالي، يعني كما اي واحد عنده الحق يهضر، كما بغى يكون النوع ديالو احترام. ثاني حاجه مزيان الوزير ولا المسؤول ليس منزه، اي مسؤول حكومي سياسي عرضه للنقاش، هذه مساله تكون واضحه. الكلمه لك السي البكري. اولا انا بغيت نرد على هذا الاخ على كلمه واحده، قال لك بان حنايا كنبغيو نركبوا على الموجه. هذه 40 سنه وحنا في الفاعل الجمعوي، واش خدينا شي حاجه من الدوله، شي قريمه او شي ارض؟ نحن مستثمرين داخل المغرب بالاموال ديالنا، وكندخلوا للمغرب بالفلوس ديالنا، وكنعملوا في الاعمال السياسيه داخل المغرب. هذا الاخ هذا اللي كيقول لك هادو كيبغيو يركبوا على الموجه، انا اقولها باسمي ونعطيه الحساب ديالي ونعطيه الكارت. حنا ما عمرنا استفدنا من المملكه المغربيه ولو بدرهم، عبد ربي اقولها على الملأ، لم استفد ولا يوم واحد بدرهم. ويقول لك هادو بغاو يركبوا على الموجه وانا عندي 76 سنه، واش انا باقي طامع على منصب تما في المغرب؟ انا اريد الاولاد ديالنا والاحفاد ديالنا تكون عندهم الكرامه والمواطنه الكامله بالفصول التي جاء به دستور 2011. هذا السيد هذا خصك تجاوبو وتقول له هاد الناس هادو انت كتعرفنا واش حنا كنركبوا على الموجه؟ السي حسن هذا السيد هذا طعن فينا داخل القناه ديالك. اسمح لي السي حسن، اسمح لي حسن. تفضل السي عمر. لا غادي نضيف الكلام اللي قالوا السي بكري. حنا ناس ما راكبين لا على موجه ولا على جبل، حنا ناس مستثمرين دخلنا فلوسنا لبلادنا، حنا تعبنا، حنا خدمنا، حنا كبرنا وليداتنا، عندنا الحمد لله الوضعيه ديالنا لا باس بها، نحمدوا ربي ونشكروه. ما نهبنا المال العام، ما استغلينا النفوذ، ما دينا، ما عطانا حد كما قال السي بكري، ما عطاوناش ان درهم. واللي عطانا حنا بالعكس، حنا درنا مشاريع في البلاد، حنا فلوسنا كلها دخلناها للبلاد. واش حنا نستناو حنا غادي يخلصونا ولا غادي نديو شي منصب؟ حنا بغينا الاجيال كما قال السي بكري، بغينا وليداتنا يتحقق داك الشيء اللي ما تحققش حنا في وقتنا يتحقق في الوقت تاع وليداتنا.
كيف يعقل كاع الدول كان عندها الحق في الانتخابات وحنا ما عندناش الحق؟ حنا كنعيبوا الجزائر ونعيبوا دول اخرى مثل السنغال اللي البارح كنا نعطيوها دروس في الديمقراطيه، ولا اليوم هي عندها الحق تصويت وحنا ما عندناش الحق تصويت. بوركينا فاسو ودول اخرى لا داعي لذكرها، وحنا ما عندناش الحق. هذه شحال من سنه وحنا كنتقاتلوا حق التصويت اللي هو حق دستوري وما كاينش. المشاركه السياسيه هما بيناتهم الاحزاب تضارب المصالح الان، ونحن نتحدث وهم يعملون ما يفعلون. هما راهم كيخدموا، عندهم واحد المحيط سياسي خدامين به، ما كاينينش كاع مغاربه العالم على الحسبان، لا وجود لهم. والاحزاب السياسيه والتضارب بيناتهم مصالح راهم جبادين، راهم كيخدموا. واش قدموا لنا هاد الاحزاب السياسيه؟ غير الكذب، غير الوعود الكاذبه. وشنو داروا؟ ما بقاتش الثقه بتاتا بين المواطن والاحزاب السياسيه. ما تقول لي لا حزب الاستقلال ولا اكنوش ولا الاتحاد الدستوري ولا اي حزب من الاحزاب السياسيه، مع احترامي لكل الاحزاب السياسيه طبعا. ماذا قدموا للاجيال؟ ماذا قدموا؟ فكره واضحه. ولهذا حنايا باش نوجهوا رساله للحكومه، عرفوا بان مغاربه العالم لهم الحق في المشاركه السياسيه. راه بغيتوا ولا كرهتوا، ومازال غادي نراسلوا جلاله الملك، غادي نكتبوا. وهذا الوزير اللي نطق بهذا الكلام اللي هو غير مسؤول غادي يتحاسب عليه. ما كانش راه خرج عفويا، لا اسيدي راه كتحاسب. راه الفم اللي يقول واه يقول حتى لا، راه امام المحكمه غدا هنا. ايه المحكمه؟ راه الا غلط قال قتلته وقال له واه وغلط باش يقول لا قال واه راه يمشي للحبس. راه كلمه واه راك تقدر تديك للحبس، هي كلمه نعم. يعني الواحد خصو السي حسن لازم يراعي المغاربه الموجودين خارج الوطن اللي بناو هذا المغرب. هذا المغرب ما تبناش هكذا. هذه البلاد تبنات بالتضامن. ولاحظتوا نهار اللي وقع لنا الزلزال في الحوز، شكون هما الاولى اللي كانوا داروا المبادره الاولى؟ مغاربه العالم. الملايير اللي تكبت. وما ندخلوش في هذا الموضوع لان موضوع هذا غادي واضحه. شوف فكره واضحه الله يخليكم باش يكون واضح المساله. وهي مغاربه العالم مره اخرى السي حسن لو تفضلت، مغاربه العالم لهم كل الاحترام وكل التقدير، واللي كيقدرهم وكيحترمهم وكيعطيهم الاخر هو سيدنا الله ينصرو. الصلاه على النبي. الحكومه ما نديروا بها حنا. هذه الحكومه ما كتعاملش مع الجاليه المغربيه. نعطيو الكلمه. ما تعاملش واحد من الحكومه تعاملوا مع الجاليه المغربيه. اين هي حقوق الجاليه المغربيه؟ اين هي المعاناه تاع مغاربه العالم؟ من كيجيو لبلادهم كيعانيوا الويلات من المساطر الاداريه. شكون اللي كيقول لك لا هادو مجرد واحد طابق من ذهب من ذهب كيجي من العام للعام وكيجيب الفلوس ويمشي في حاله صافي. عنده ذاك الشهر شهرين كيجيب المال تحويلات. كنعطيو واحد الرقم من العام للعام كنقول لهم ها هو بنك المغرب راه عطى الحساب ديال 100 ولا 114 120 مليار ديال الدرهم. هذه هي المداخيل ديال الجاليه المغربيه. واش حنا ولينا بقره؟ واش حنا درنا الحليب؟ واش هاد الناس ما عندهمش واحد الكفاءات؟ واش هاد الناس ما خدامينش في البرلمان؟ واش هاد الناس ماشي سياسيين؟ واش هاد الناس ماشي اطر عليا في دول اوروبا، في هولندا، في الولايات المتحده، في فرنسا، في اسبانيا، والعالم يشهد بذلك؟ الفكره واضحه. هاد الناس خصهم يشاركوا سياسيا داخل الوطن باش نعرفوا بان المغاربه خصهم يشاركوا حبوا او كرهوا. سي عمر فكره واضحه. غير فكره واضحه. غير الاخوان اخوات راه من حق اي واحد يتكلم وكيتحمل المسؤوليه داكشي اللي كيقول. بالنسبه يعني سواء يعني المداخله كتكون تلزم صاحبها. اختي مجيده السي جواد راه قبيله كيتسنى معنا، نعطيوه الكلمه اولا يدخل. والاخوان اخوات المجال مفتوح، اللي بغى يتدخل يتصل بيا نعطيه له ليا يطلع. السي جواد سي جواد كتسمعني؟ ممكن ندخل سي جواد تفضلي اختي مجيده تفضلي. لا غير هذا التدخل هذا ديال هذا الكومونتير او التعليق بليتو اللي قريتيه. انا بغيت عن اي موجه يتحدث. حنا يعني كندوزوا واحد الامتحان
ولا كنبادروا باش نكونوا وزراء ووزيرات. سي با لو كا، حنا كنهضروا اهانه توجهات لينا وكنناقشوها لانني مستائن جدا. صغيت لا هو الا بغى مثلا يدافع هذاك شغله، انما باش يهاجم باش يدافع الطرف الاخر، يعني كما نقول زعما ديتورنمون دو سيتياسيون. راه الناس ما في المغرب المسؤولين في القائمه ما خصوش مغاربه العالم الحيط القصير ولا حنا قصيرين. يعني فوالا حنا اي حاجه مثلا تقدر تمر مرور الكرام والسقف الاهانه. حنا ما كنهضروا على اهانه بمعنى كتبقى على المستوى الاخلاقي والتربوي والسلوكي، ما كنهضروش على الركب ما تركبش. هذا الركب لو كان غير تيعرف هاد الرؤساء هذا كل واحد على حده ويعرف الجمعيات ديالو ويعرف انه اشنو كيوقع باش يناضل، كنظن غادي يكون غادي يخجل من نفسه، غادي يخجل من سي مجيده. سي جواد راه عطيتك الكلمه ولكن مساحه دونك الريزو دونك دابا خديت واحد البلاصه دونك سي بون. دونك السلام عليكم. دونك انا جواد حسين من تنسيقيه مغاربه العالم لحزب الاستقلال. انا ما كنهضرش باسم التنسيقيه، حيت اسم التنسيقيه انا كنهضر باسم ديالي من واحد مغاربه العالم واللي كيعرف التنظيم شويه من الداخل ديالو، ماشي كيعرفو من الخارج ديالو، ولكن كنهضر بسميتي. التنسيقيه عندها المنسق ديال مغربه العالم، المنسق ديال اوروبا والمنسق ديال مغربه العالم كاملين. انا كنهضر هنايا تدخل بالاسم ديالي. انا كنتفهم غضب الجميع، كنتفهم لان المداخله ديال السيد الوزير اخرجت عن سياقها. تدخل الوزير كانت في اطار واحد اللقاء التخرج ديال طلبه مدرسه عليا في المغرب، وتم اخذ واحد الطريف صغير من مداخله الوزير، ونساو بانه كانت حوارات ما بين اخذ ورد ما بين الطلبه الخريجين والوزير، حتى المهم هو حتى انطق بديك الطريقه، ولكن كان الغرض ديالو اللي هو ماشي يقول ماشي داكشي كيما تفهم، لان الوزير حتى هو ولد الجاليه المغربيه وقرا برا، نعم، وخدم برا بحالنا بحالو ودخل المغرب. هو كيقول لك ندخل المغرب، ماشي شي واحد جا قال لي اجي دخل المغرب، دخل لدارو. يعني ما يجيش شي واحد يجي يقول ليه اجي دخل دارك، دخل دارو، ما يجيش شي واحد يقول له ما تدخلش لدارك. هذا الشيء اللي كان باغي يعني به الوزير، ماشي استهزاء لمغاربه العالم او تقليل من شأنهم، لانه هو واحد منهم. اول حاجه. ثاني حاجه، اذا كان اي واحد اي مسؤول من مغاربه العالم غادي يمشي يشد مسؤوليه في المغرب ويمشي، وحنايا مغاربه العالم بداو يهاجموه بهذه الطريقه هذه اللي كديروا نتوما، ويعني اي واحد فيكم غدا يدخل زله لسان صغيره او اخرجت عن سياقها غادي يوقع نفس الشكل. فهمتيني؟ الله يخليك. الله يخليك. شوف هنايا اي واحد عنده الحق يهضر. هنا لو برانسيب ديال فولتير بطبيعه الحال حنا غير كنوضحوا الامور. لا شوف الله يخليك، من حقك تعبر يا اوكان بروبليم، غير نختصروا بحال اللي كديروا نتوما، بحال اللي كديروا نتوما. سي البكري الله يخليك، ما يكونش بحال كديروا نتوما. وسي البكري لا سي جواد كيديروا حنا كاملين ماشي سي جواد الله يخليكم. راه كاين سير هنايا. شوف مرحبا سي حسن. من حق اي واحد يهضر، ولكن نختاروا الكلمات. سي حسن مرحبا. هاد الناس ما كيهاجموش. مسؤول سياسي راه يتناقش، راه ليس منزه. مسؤول سياسي فهمتيني؟ غير واحد المساله ملي كنكونوا مسؤولين. انا كنعرف الاخوان ديال حزب الاستقلال زعما راه ما عرفتش واش سمعتوا لهم كديروا عمل جبار هنا في الخارج، يا وكان بروبليم، ولكن كتبقى بعد زله لسان. راه ملي كتكون مسؤول حكومي راه كتفرق. مثلا حنا الطريقه باش كنهضر معاكم انا دابا، واش الطريقه باش كنهضر مع صاحبي ولا مع عائلتي، راه ماشي سلامه. انا متفق معك السي حسن، متفق معك. انا كنسحب الكلام ديالي الا كنسحب شي كلمه الا كانت خرجت ماشي هي هذيك. تفضل. خليني غير نكمل. دونك بالنسبه لي انايا الوزير الكلمه اللي اخرجت عن سياقها لا غير. هو كيقول البلاد بلادكم، البلاد داركم. ما يمكنش الواحد يقول اجي دخل دارك.
واش نعرض لشي واحد نقول له تدخل دارك؟ لا. اذا هو اصلا الوزير يلا السبت اللي فات درنا معاه لقاء عن بعد، وحضروا تبارك الله بزاف ديال لي كومبيتونس ديال المغاربه العالم اللي من اوروبا، من مصر، من الشرق الاوسط، من امريكا الشماليه، وكانوا مداخلات جد ممتازه. انا غنصيفط لكم الرابط ديال اليوتيوب، ممكن تشوفوا كيفاش كيهضر الوزير قبل ما تنوض هذه الزوبعه هذه. وكنزيد نقطه اخرى هي بالنسبه ومن بين الحوايج اللي كنناقشوهم هي مشاركه مغاربه العالم، اللي هو اصلا بين الناس اللي كيدافعوا على هذا الموضوع هذا. ولكن الموضوع راه كبير عليه اكثر ما كشخص وكوزير ايضا. هو مجرد وزير في وزاره معين في قطاع معين، وتبارك الله عليه راه كيقوم بعمل جد جبار وكيحمر لنا وجهنا حنا كمغاربه العالم اللي هو واحد منا. النقطه الثانيه. النقطه الثالثه هو التسمعه ديال عدم اشراك مغاربه العالم في تسيير الشأن المحلي سواء المغربي او الشأن المحلي ديال مغاربه العالم. ماشي هاد الفشل ديالنا حنا كاملين نحطوه كشماعه فوق الظهر ديال الوزير اللي في ثانيه او ثانيتان قال واحد الكلمه اخرجت عن سياقها ونعلقوا عليه هذا الفشل ديالنا حنا كامل. وزير كي جواد لا تراك فيه جواد عطيني واحد الكلمه ما يخليك انا نعطيك الكلمه، انا باش ناليمونتي له ديبا. سي جواد راك فاعل سياسي ياك، متفق معايا؟ فاعل سياسي حزب استقلال. انا عضو في حزب استقلال، اتتلمذ في السياسه. شوف الله شوف ملي كنكونوا عندنا واحد المسؤوليه، راه عندنا المسؤوليه السياسيه. انا جابارتيان لهذا الغوفرنمون، كنتحمل المسؤوليه. هذا تحصيل حاصل. دابا هذا الشيء حنا ما غنناقشوش مثلا واش زله لسان ولا اكسيتيرا، ربما يكون انسان عملي معكم، ولكن راه تخرجت الكلمه وبالتالي الكونستا ديال المعاناه ديال مغاربه العالم راه تحصيل حاصل. معنا السي جواد السي بكري عافاك، شنو رايك في انا راه عضو امانه عامه ديال الحزب ديالي، عضو امانه عامه الثاني في الحزب. شنو رايك في هذا الشيء اللي قال السي؟ نقول لك حاجه، الاخ كنشكرو على الكلام ديالو، ولكن هو حنا غناخذوها كزله لسان لما قال لك بان حنايا كنستافدوا. الحاجه اللي بغيت نقول له انا على ان السيد الوزير غادي نقولوا خرجت من السياق ديالها بالزعط، قال بالزعط وكملها بقاو تما. هذه ماشي خرجت على السياق ديالها، هذه قالها. حنا ما كنقولوش هذاك الوزير ما عمل والو، خدام ومزيان كيخدم وكيتخلص على ديك الخدمه ديالو، فهذيك حنا ما كنتخلصوش على هذيك الخدمه اللي كنديروا. الاخ انا كنحترمه على الكلام اللي قال، وانا عضو في امانه عامه لحزب، ماشي اليوم او غدا. يعني الثاني ديال السيد الامين العام، وما كنهضرش باسم الحزب، كنقول لك بان السيد الكلام اللي قال بالزعط عليكم وتبقاو تما. شكون هو باش يقول لنا بقاو تما والسلام؟ سي عمر عندك شيء قبل ما نختموا؟ عافاك. لا يعني بدون باش نكونوا واضحين في هذه المساله، حنا راه ما عندنا لا انتماء حزبي وماشي ضد الاحزاب السياسيه، سواء كانت كما كانت يعني التوجهات ديالها السياسيه، ولكن حنايا كنمشيو يعني الصيغه باش تواصل بها السيد الوزير. انا كنعتبروها وكيعتبروها كلهم مغاربه العالم برمتها تعتبر اهانه في حق الجاليه المغربيه. ما خرجتش يعني عفويا ولا حاجه. ما حناش لما تكون انت وزير راه ماشي كتكون جالس في القهوه وكتكلم مع اصحابك كيسمعوا لك اصحابك، راه يسمع لك الراي العام. راه الا غلطه واحده راه كتحاسب عليها. راه كتمثل مؤسسه، كتمثل واحد الوزاره، كتمثل حكومه. ولهذا الانسان قبل ما غادي يخرج ويعبر بشي كلمه راه خصو يوزن. راه المره الا قلت لها طلقتي 3 مرات صافي يكفي. راه واش غادي تقول لها لا حقا راني غلط؟ لا الكلمه خرجت. دونك كيفاش تكون الامور واضحه السي حسن؟ حنا هذا السيد الوزير خصنا على الاقل يدير واحد الاعتذار، اسمح لي يدير واحد الاعتذار رسمي لمغاربه العالم، لان تعتبر اهانه بالنسبه لمغاربه العالم.
ممكن لا لا دونك باش نكمل الاخ مع احترام اللي بغيت مع احترامي وتفضل. كمل سي عمر، كلمه ختاميه عافاك. باش غادي نكمل لان راه السيد كيستناني. الله يخليكم بعداك، شكرا على هذه المداخلات ديال الاخوان والاخت اللي معنا. حنا اللي بغينا يعرفوا الحكومه سواء الوزير او الحكومه باننا مغاربه العالم، راه ماشي مغاربه العالم ديال الجيل الاول او الجيل الثاني. مغاربه العالم اليوم ركيزه مهمه في الاقتصاد ديال البلاد، هذه وحده. وهذا الشيء اللي كيعبر واللي كيعطيه القيمه ديالو وكيعطيه الاهميه ديالو هو سيدنا الله ينصر فقط. لان الحكومه ما كتواصلش مع الجاليه المغربيه، ما كتواصلش معنا حنايا. حنا اليوم كنفرضوا الوجود ديالنا مغاربه العالم وفق الدستور 2011. المشاركه السياسيه لمغاربه العالم يدخلوا للمغرب كما دخل هذا الوزير وشد حتى هو المقعد ديالو. مغاربه العالم كاين كفاءات اللي عندنا خارج الوطن يدخلوا لبلادهم ويشاركوا اقتصاديا وسياسيا في المغرب لان لهم الحق كباقي المغاربه. وما غاديش نبقاو نقولوا حنا بان مغاربه العالم راهم حقا راهم يلاه مجرد تحويلات ماليه. يكفي من هذا الكلام هذا، لان اليوم اصبحنا قوه. ولهذا انا اناشد كل الجمعيات ولا المجتمع المدني خارج الوطن، كل مغاربه العالم ان يتحدوا على كلمه واحده، يجمعوا الكلمه ديالهم باش نخدموا بلادنا. حنا اول مغاربه اللي كيدافعوا على القضايا ديال البلاد عبر المحافل الدوليه، المنابر، وحنا كندافعوا على بلادنا وندافعوا على المقدسات ديالنا والوحده الترابيه ديال بلادنا. ويجي واحد يضرب لنا كل شيء في الزيرو. حنا نهار اللي كنا مهددين من طرف النظام الجزائري ومهددين من البوليزاريو، واش هذا الوزير كان يجي يوقف معنا؟ نهار اللي السي حسن وانت حاضر معنا في مونط لاجوري ومن جاو بقاو يكاميرو، كاين شي وحدين اللي كانوا مسلحين منهم بوليزاريو من الشبهه الانفصاليه، كان معنا شي واحد مسؤول، يا كنت انا وياك وبعض الاشخاص اللي كانوا حاضرين. ناهيك عن الوقفات اللي درناهم اللي يهدونا في ديورنا ويهدونا في وليداتنا. واش هذا السيد هذا الوزير عارف حنايا وشنو كنضحيو؟ حنا كنضحيو بالدم ديالنا على بلادنا. كاين شي واحد اللي يقول لك طلع على الموجه، واش دينا حنا من الموجه؟ واش دينا من هذه الموجه؟ عطاونا الفلوس، عطاونا شي منصب. حنا كندافعوا على بلادنا بالقلب ديالنا، ندافعوا على المقدسات ديالنا، على الوحده الترابيه ديالنا، على مغاربه العالم والمشاكل اللي كنعانيوها. حنا بغينا هذه المسائل بغيناها توصل للمسؤولين اصحاب مراكز القرار. وشكرا وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله. انا غادي نمشي السي حسن، تبارك الله عليك والاخ جواد والاخت. الله يحفظكم، السلام عليكم. توت فاسون غادي يكون غادي يكون ان ليان غادي يتبارطاجا. اخت مجيده كلمه ختاميه عافاك. اللي بغيت نزيد اللي كيقول مثلا والى اخره المصطلح الشعبي المغربي ديال الدارجه اللغه العربيه ديال الامازيغيه راه كاين بالجدا في الزاد ديال المصطلح، وعمر ما الزمان يدال القبح اطلاقا. اللي قالنا على هذا الكونتكست لهذا الاخ كونتكست بالله راه ماشي كان ممكن يقول مثلا مرحبا دخلوا وقت ما بغيتو خرجتوا مرحبا، كنقولوا مرحبا، ما كنقولوش ديك الاكسبرسيون اللي تقالت. فما نديروش ما نقارنوش المقارن باللا مقارن. هذه اولا. ثانيا هذا اللي وقع مثلا هذا الاستياء اللي عندنا حاليا راه رد فعل ماشي فعل، راه رد فعل عباد الله. ولينا دابا حنا اللي مثلا اللي حنا دوك اللي كاينين تماش كيقولوا هذوك اللي نو، راه خصو يدير شي فعل هو اللي خصو يتعاقب عليه ويعتذر او تكون الاقاله ديالو، ماشي حنا اللي عندنا ردود فعل لاننا تهنا. كاينه اهانه، واهانه عباد الله واش تدم وجهنا ولا رخيص. راه كي قال الاستاذ بكري راه انا مهاجر، ابنه مهاجر اللي جا من الجيل الاول في الستينات يعني، وكيجي واحد يقرا غير من بعد جا من بعد لانه تعطى واحد المنبر وكيعطي لنفسه الحق انه يقول واحد المصطلحات دينيه جدا يحشم ان الانسان يقرا. الفكره واضحه. انا الكلمه الاخيره سي حسن. تفضل سي بكري. سي حسن، اولا كنشكر الاخت الكريمه وكنشكر الاخ عمر وحتى السيد اللي معنا السميه ديالو راه نسيتها. انا كنتكلم، انا دابا غادي نعمل واحد النداء، ولما كنعمل نداء كنعمله بمنسق عام لرابطه تضامن الجمعيات المغربيه بهولندا التي تحت مظلتها 22 جمعيه هنا في هولندا، وانا اشتغل على الصعيد اوروبا وانت كتعرفها سيدي حسن. كنبغي نقول من هنايا لا اعتذار ولا هم يحزنون.
نطالب بإقالة السيد الوزير، حب من حب وكره من كره. المغرب والجالية خط أحمر، فبهذا انتهى الكلام. الآن مطالب بإقالته من منصبه، حب من حب وأنا لا أتكلم باسم السياسي، أنا أتكلم كجمعوي ومنسق عام لرابط. أنا كتبت رسالة للسيد الوزير وسيفتح الديوان الملكي، ونحن نطالب كمؤسسه باقالته، على انه بقاو تما المغرب ماشي ديالو، وبالزعت ماشي من الكلمه ديال الوزير. وتحياتي لك واشكرك على هذا اللايف سيدي حسن. شكرا. سي جواد، كلمه ختاميه. للاسف الشديد السياق تم اخراج زعما المقطع عن السياق ديالو. كنعاود لك هذه الكلمه هذه، وكنت اسف لهذا الشيء، وصعيب وخايب، ماشي خايب ولكن صعيب بانه وزير كفء كيخدم المجال ديالو مزيان وكيشرف البلاد، كيشرفنا حنا كمغاربه العالم اللي هو واحد منا كيخدم بلادو بديك الطريقه، نهاجموه بهذه الطريقه هذه ونجلدوه الذات ديالو فقط لان واحد ما كاناش واحد نص ثانيه خرجت واحد الكلمه اللي تم اخراجها عن نطاقها عن سياقها وحكمنا عليه. بعدا كنت اسف على هذا الشيء. ثاني حاجه الوزير يلاه داز معنا السبت اللي فات، انا غنصيفطكم الرابط، غنصيفطكم الرابط وشوفوه. وغدا كذلك عندنا لقاء مع مسؤولين مغاربه اللي الموضوع هو مشاركه مغاربه العالم في تسيير الشأن المحلي المغربي، وكذا تسيير الشأن المحلي الخاص بمغاربه العالم في المكان اللي كيسكنوا فيه. وكنتفهم الغضب الجميع، وشكرا سي حسن على اتاحه الكلمه معكم، وامسيه سعيده ورمضان كريم ومسامح كريم في امان الله. شكرا اخواني اخواتي. واحد المساله، حق الرد مكفول. الاخوان والاخوات اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو او اللي شافوا اللي غادي يكون شاف على يوتيوب، بالنسبه للاخوان والاخوات اللي ما عندهمش فيسبوك، حق الرد مكفول. اي واحد بغى شاف شي رد يعني على هذه المداخلات مرحبا به. من طبيعه الحال قد اخالفك الراي، ولكن مستعد ان ادافع حتى الموت من اجل التعبير عن رايك. اخواني اخواتي، شكرا لكم، تحياتي لكم جميعا، والى اللقاء ان شاء الله. شكرا للضيوف، شكرا للمتابعين والمتابعات. رمضان مبارك.